السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم جميع. نتمنى أنكم تكونوا في أفضل الأحوال، تكونوا دوزتوا رمضان في ظروف جيدة. هذا الفيديو هذا هو رد على واحد الفيديو كنت شفتو ديك النهار في فيسبوك، في واحد الصفحة إعلامية ديال واحد السيد، واحد الدري، ما نقدرش نذكر السمية ديالو. المهم هو الموقع سميتو اعلام تي في على ما اظن. المهم الموقع نذكر ولكن ما نذكر السيد. كان كيهضر على المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بطبيعه الحال كان كيهضر عليها عن غير علم. وعطى مجموعه من المعلومات اللي بانت لي انها معلومات مغلوطه. اضافه الى العنوان اللي كان واحد العنوان اللي هو انا اقل ما يقال عليه هو انه عنوان مستفز، انك تقول للشباب قرض، ماشي قرض او لا 10 مليون فابور، فرصه ديال 10 مليون فابور ما خصكش ترطيها. وهذه هذا العنوان انا جاني ماشي عنوان منطقي. وهذا الشيء هذا ما خصوش يديروا الانسان اللي كيدعي انه صحفي. حيت اول حاجه اللي كيتميز بها الصحفي واللي خاصو تكون كتوفر فيه هو المصداقيه، بعدا هي الاولى، والشفافيه. واهم حاجه هي اللي خلاتنا كنديروا هذا الفيديو هذه نوضحوا فيه هو تقصي او الاستقصاء. الا مشينا للمفهوم ديالو ونبحثوا عليه شنو كيعني في اللغه العربيه، فهو البحث الدقيق والمعمق. فهذا السيد هذا الصحفي هذا الجميل الرائع اللي لا فيديو وصل شي مليون ونصف ديال لي فيو، ما دارش هذه العمليه ديال التقصي ولا البحث ولا ما كلفش نفسه انه يمشي حتى لا بلاتفورم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ويشوف المعلومات اللي كاينين، يشوف يتاكد من المعلومات. هو غير لي الاشاره في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه مرات بثلاثه ديال المراحل: المرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه اللي هي اللي حنا فيها دابا. المرحله الاولى كانوا فيها مجموعه من البرامج، كان ديك الساعه كيتسمى البرنامج الافقي، وكانوا برامج من بينهم البرنامج الافقي. المرحله الثانيه نفس الشيء. المرحله الثالثه دابا جابت مع 4 ديال البرامج. هاد 4 ديال البرامج كل برنامج شنو كيستهدف؟ واحد البرنامج خاص بالبنيه التحتيه، بطبيعه الحال جات بالشعار ديال تثبيت المكتسبات وبناء مستقبل المواجهات المعيقات ديال التنميه البشريه. هذا هو الشعار باش جات المرحله الثالثه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بطبيعه الحال المصادر اللي كنقول انا والكلام اللي كنقول، المصدر الاساسي ديالهم هو الموقع الرسمي ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي هو ndh.gouv.ma، اللي هو موقع حكومي، يعني حتى حاجه ما كنجبدها من راسي. قلنا ان المرحله الثالثه فيها 4 ديال البرامج. واحد البرنامج كيستهدف البنيه التحتيه، واحد البرنامج كيستهدف الفئات الهشه، واحد البرنامج كيستهدف الاشخاص في وضعيه اعاقه. المهم 4. البرنامج الرابع هو اللي كيستهدف الشباب، الانشطه الاقتصاديه والشباب. هو اللي هضر عليه هذاك السيد بطبيعه الحال. بالنسبه لهذا البرنامج هذا ديال الأنشطة الاقتصادية ولا الأنشطة المدرة للدخل، هذا البرنامج فيه سيبفونسيون. فعلا هي سيبفونسيون، حنا كنسموها سيبفونسيون حيت في لي موين دو فينونسمون ولا وسائل التمويل عندنا 3 الانواع، ولا عندنا بليزيوغ تيب، بزاف ديال الانواع. عندنا مساعدات، ولا عندنا قروض كيتسموا دي سيبفونسيون المساعدات، ولا دي كريدي. القروض فيها 2 انواع: عندنا قروض شرف وعندنا قروض ديال البنك العاديه. وكاين مجموعه من الطرق عاوتاني ديال التمويل. كاين الكراود فاوندين كيتسمى، كاين التمويل التعاوني عاوتاني حتى هو الى اخره. يعني بزاف ديال وسائل التمويل كاينه. بالنسبه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه هي سيبفونسيون اللي بطبيعه الحال باش تاخذها في المرحله الثالثه كاينين دي بلاتفورم، تكرياو دي بلاتفورم. لان الطريقه باش كان كيتنزل البرنامج شحال هذه كانت واحد الطريقه، لقاو ان طريقه تنزيل البرنامج فيها يشوبها مجموعه من اختلالات وكذا وكذا. لتصحيح ذلك داروا لي بلاتفورم منصه الشباب باش انك تستافد من المبادره او تسجل بعدا، او بليتو تسجل هي الاولى الكلمه الصحيحه. خاصك تمشي للبلاتفورم دير لانسكريبسيون، سواء اترافير لو سيت ويب ديال لا بلاتفورم، سواء تمشي عندهم لاكاي نيت في لا بلاتفورم وكتسجل. من بعد ما كتسجل كيعيطوا لك وكدوز مجموعه من المراحل. كاين الاستقبال، التوجيه، لورينتاسيون، التوجيه، ومن بعد التوجيه والاستقبال والتوجيه
كيشوف واش انت صالح انك دير مشروع ولا انك تمشي لومبلويابيليتي اللي هو التشغيل. حيت ماشي اي واحد جا لا بلاتفورم راه غياخذ مشروع، لا. كاين انواع ديال الاشخاص اللي عندهم داك عندهم داك لو كوتي ديال لونتربرونيا ولا لو بروفيل ديال لونتربرونيا، رياده الاعمال، وكاين اشخاص اللي ما عندهمش رياده الاعمال. اذا هذا هو الادوار ديال منصات الشباب نوعا ما. ندوزو حنا اللي كيهمنا هو رياده الاعمال. ملي كتوجه لونتربرونيا كتمشي كيعيطوا لك كيقولوا لك اودي شنو هو البروجي ديالك كذا وكذا، كتقول لهم فكره هادي انا عندي فكره، كيديروا لك دي فورماسيون. من بعد ما كيديروا لك دي فورماسيون تقدر تمول، تقدر ما تمولش، انت وزهرك على حساب داك لو كوتش ولا داك المؤسسه اللي تكلفات بلا كومبانيمون ديالك بلا فورماسيون، هي اللي كتعطي التقييم واش هذا السيد يدوز ولا. وحتى على حساب اللجنه الاقليميه عاوتاني عاد ملي كي يقبلوا انك تمول ولا كيتروكوموند انت انك خاصك تمول، كيدوز مشروعك بطبيعه الحال عند اللجنه الاقليميه اللي كتاشر عليه وكتقول هذا راه خاصو يتمول. بالنسبه للتمويل كاينه واحد المساهمه شخصيه اللي هي 30% في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. في لو سيستيم القديم كانت 30%، حاليا ولات 40%. والتمويل في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كاين في حدود 100 درهم بالنسبه للمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيره جدا اللي هي 100,000 درهم. هذيك 100,000 درهم راه ما خصكش تفوتها، وخاص يكون فيها، خاصك تزيد عليها مساهمه ديالك ديال سوا 40% سوا 30% على حسب المناطق وعلى حسب منصات الشباب. او الا كنتي كوبيراتيف اللي كيكونوا فيها مجموعه الاشخاص متعاون 5 اشخاص، كيقدر يوصل التمويل فيها لحتى ل 25 مليون اللي هي 250 الف درهم. يعني هذا هو تقريبا بغيف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كيفاش الاليات ولا الميكانيزم ديال العمل ديالها، وكيفاش. واللي بغى معلومات اكثر بطبيعه الحال يكفي انه يمشي غير يزور سميتو الموقع الالكتروني اللي هو lndh.gouv.ma، ويقدر يدير حتى لانسكريبسيون اترافير لو سيت ويب ديال lndh. يعني كدير لانسكريبسيون في الموقع وكيطلع عند الناس اللي كيسيروه، غالبا كيسيروه الناس ديال الداخليه. ملي كطلع السميه ديالك عندهم هما كيتصلوا اولا كيتواصلوا معك انت هي الاولى، ومن بعد كيتواصلوا مع لا بلاتفورم اللي كاينه في المدينه ديالك ولا في المنطقه ديالك، وكيقول لهم راه واحد السيد راه غادي يجي عندكم. يعني بحال كتغوكوموندا ملي كتسجل فيها. هذا ما كان. جيسبر بيان ان الفيديو يكون شرحت مزيان، مبغيتش نطول. حتى المره اخرى الا كان شي مغالطه على شي برنامج ولا على شي حاجه عندها علاقه بالمجالات اللي كنشتغلوا فيها راه نصحوه. حيت انا بعدا شخصيا ما كنبغيش ندخل في شي مجال اللي ماشي هو مجالي. بحال ما كنشوف دابا في لي ريزو سوسيو كاين بزاف ديال الناس كيهضروا في مجالات ما عندهمش علاقه بها، ما قراو عليها ما حتى حاجه، ما عندهمش تكوين اكاديمي، ما عندهمش تكوين كذا وكذا، وكيهضروا فيها. ولكن انا ما نقدرش، انا غير المجال ديالي. الا شفت شي واحد تخصصي، الا شفت شي واحد هضر فيه وعطى شي مغالطات كندخل باش نصححها. شكرا جزيلا للجميع.